الرحمن الرحيم. هنتناول الدرس الثالث في الوحدة الأولى للصف الأول الإعدادي، وهو التفاعل الكيميائي. تفاعل كيميائي. هنعمل تجربة عشان نوصل لمفهوم التفاعل الكيميائي. فهنجيب شريط مغنيسيوم لامع وهنحطه فوق اللهب. يعني ايه؟ نقوم بحرق شريط المغنيسيوم. طيب، هنلاحظ ان شريط المغنيسيوم اشتعل وكون مادة بيضاء، مسحوق أبيض، مسحوق يعني بودرة بيضاء. هنستنتج إن حدث تفاعل كيميائي بين المغنيسيوم والأكسجين لما سخنا أو حرقناه، وتكون مادة أكسيد المغنيسيوم. يعني حدث تفاعل كيميائي بين المغنيسيوم والأكسجين وكون مادة بيضاء اللي هي أكسيد المغنيسيوم. طيب، تفسير التفاعل الكيميائي أو خطوات التفاعل الكيميائي. ازاي بيحصل التفاعل الكيميائي؟ يعني دلوقتي المغنيسيوم احترق في وجود الأكسجين، ارتبط مع الأكسجين. كيف حدث هذا الارتباط؟ فخطوات هذا التفاعل ايه؟ أولا، تنكسر الرابطة التساهمية الثنائية في جزيء الأكسجين. يعني احنا خدنا ان جزيء الأكسجين بيبقى فيه رابطة تساهمية ثنائية، فانكسرت هذه الرابطة بفعل التسخين وتكون ذرتين أكسجين. يعني الأو كان مرتبط مع ذرة أكسجين مرتبطة مع ذرة أكسجين التانية اللي هو O2 جزيء الأكسجين. فلما سخنا اتكسرت هذه الرابطة، ولما اتكسرت هذه الرابطة تكون ذرتين مفردتين نشطة جدا، كل ذرة منها نشطة جدا. طيب، كسرنا الروابط. طيب، بعد ما نعمل تكسير يحصل تكوين روابط جديدة. طيب، الرابطة الجديدة اتكونت مين مع مين؟ المغنيسيوم. أنا كان عندي شريط مغنيسيوم بيتكون من جزيئات المغنيسيوم، ارتبطت مع ذرة الأكسجين الأولانية. في ذرة تانية ارتبطت مع ذرة مغنيسيوم تانية، وتكون مادة أكسيد المغنيسيوم اللي هو MgO. تكون مادة أكسيد المغنيسيوم اللي هي لونها أبيض، اللي هي أكسيد المغنيسيوم. طيب، إذا التفاعل الكيميائي بيحدث على خطوتين: فك وتكوين أو كسر وتكوين. فالتفاعل الكيميائي هو كسر في الروابط. فعلا أنا كسرت الروابط بتاعة الأكسجين بين جزيئات المواد المتفاعلة اللي هي الأكسجين. كسرت الروابط في مادة الأكسجين وتكون روابط جديدة. تكوين روابط جديدة، الروابط اللي اتكونت اللي هو ارتباط الأو مع الMg بين ذرات جزيئات المواد الناتجة. طيب، مين اللي اتفاعل عندي؟ المغنيسيوم والأكسجين. يعني Mg زائد O2 يساوي MgO اللي هو أكسيد المغنيسيوم. طب كم ذرة مغنيسيوم؟ 2. طب كم ذرة أكسجين؟ 2. طب كم جزيء أكسيد مغنيسيوم؟ 2. طيب، لما اكتب المعادلة بالعربي، مين اللي اتفاعل؟ مغنيسيوم زائد أكسجين يساوي أكسيد المغنيسيوم. مين اللي اتفاعل؟ المغنيسيوم والأكسجين. ومين اللي نتج؟ أكسيد المغنيسيوم. فالصيغة بالعربي كده بنسميها معادلة لفظية، أما بالحروف أو بالرموز بنسميها معادلة رمزية، تسمى معادلة رمزية.